نفس السياق مشاهدينا الكرام، أجمع عدد من الجزائريين على ضرورة منع الشاب خالد من دخول الجزائر ومنعه من إقامة أي حفل فني داخل الوطن، وهذا بعد تصريحاته الأخيرة التي أصر فيها هو الآخر على استفزاز الجزائريين وافتخاره بالجنسية المغربية. باسكو هذه البلاد ماتوا عليها الشهداء، وإلا كان عنده بلاد واحده اخرى يروح، ما كان لهنا الشهره تاعو، الشهره طيح كي انسان يخلص كما يقولوا يهضر هضره على الوطن هذا، عجراه هضر اون جينيرال. يا خويا الا نفعته المروك يروح، نعم بو الشهره تاعو. الجزائر اللي طلعته بفضل المواطنين وبفضل المحبين ليه، هما اللي طلعوه. دوك ما بين عشيه وضحاها نشوفوا باللي الشاب خالد يقول باللي انا انتمي الى المروك، على بالنا باللي عنده دوبل ناسيوناليتي. من الجزائر هي اللي طلعتك وهي اللي صنعت منك، وكيما طلعتك انت تنجم الجزائر تصنع الشاب خالد واحد اخر وامثالك، وهذه بلاد تاع 1.5 مليون شهيد. بائع ضميرهم وبائع هويتهم وبائع تاريخهم وشعبهم، لذا نقول لهم تهيئوا واعتدلوا في ضمائركم وارجعوها حية، لأن الشعب الجزائري ومجاهديه وثورته لن يكمن في الشاب خالد أو فضيل إلى غير ذلك، بل يكمن في الهوية الوطنية والجزائريين الأحرار. جميع إنسان أو ناكر أصله يا خويا بينه وبين الاخر، بصح يا خو ما احنا ما نسحقوا حتى واحد، وماذا بينا ما يسشي يحط رجلو في هذه البلاد، هكذا ما يسشي يحط رجلو في هذه البلاد. خاش الجزائر كبيره وعريضه، وعندنا ناسنا، عندنا مطربين، وعندنا ما يخصنا والو، وعندنا لي بلاج، وعندنا الشاب.